ايه يا عم الراجل البخيل ده بيحاسبني بالنكلة والسحتوت. نكلة وسحتوت؟ ايه الكلام الغريب ده؟ بتهيالي لو اي حد من جيل اليومين دول سمع الكلمتين دول مش هيفهم يعني ايه. علشان كده حلقة النهاردة مخصصة للمشاهدين فوق سن ال70. بس لو انت اصغر من 70 سنة وعايز تعرف ايه معنى الكلام ده وجه منين واصله ايه، تابع معايا الحلقة. علشان في حلقة النهاردة هكلمك عن تاريخ العملات المصرية من أول السحتوت والبارة لحد الجنيه الغلبان. هنعرف كل عملة منهم أصلها إيه وبدأت إمتى ومعنى اسمها وكمان انتهى التعامل بيها إمتى. وزي ما اتعودت معايا، لو كنت عايز تعرف أصل الحكاية من البداية يبقى يلا تعالى بسرعة وركز معايا. هنرجع مع بعض حوالي 200 سنة لسنة 1843 لما الوالي محمد علي باشا يقرر توحيد العملات المصرية ويكون ليها مقابلات من الذهب والفضة. وهنتعرف على حوالي 10 عملات ما عادوش مستخدمين دلوقتي. وأول عملة معانا النهاردة هي السحتوت. والسحتوت هو ربع المليم وكان بيتكتب عليه ربع عشر القرش. وكلمة سحتوت هي كلمة فلسطينية محرفة من كلمة سحكوك أي شديد السواد. والجنيه بيساوي 4000 سحتوت، يعني لو معاك جنيه تفكه ب4000 قطعة معدنية من السحتوت. وكان مساوي للسحتوت في القيمة عملة معدنية اسمها البارة، ودي كانت عملة عثمانلي. وكلمة بارة معناها ان هي عملة جاية لنا من بره. اما بقى العملة التانية فهي المليم. وأصل كلمة مليم متاخد من اللغة الفرنسوية لأن هي عبارة عن جزء من الألف، لأن الجنيه بيساوي 1000 مليم. وأول مليم تم سكه في مصر في عهد السلطان حسين كامل سنة 1917، وكان بيتعمل من البرونز، عشان كده المصريين يقولك ده ما يسويش مليم أحمر. أما العملة الثالثة فهي النكلة. والنكلة بتساوي 2 مليم أو ربع قرش، وأصلها جاي من الكلمة الإنجليزي نيكل. وبرضو عندنا مثل مصري شهير لما يلاقي حاجة ملهاش قيمة يقولك دي ما تساويش نكلة. أما العملة الرابعة فهي التعريفة. والتعريفة بتساوي 5 مليم. وأصل كلمة تعريفة جاي من الكلمة الإنجليزية تعريف اللي بتعني كلمة الأجرة، لأن كانت الأجرة الموحدة للمواصلات المصرية في التوقيت ده هي تعريفة أو 5 مليم. أما بقى العملة الخامسة فهي القرش ساغ. واسم القرش جاي من الكلمة اليونانية جروسو بمعنى الكبير، لأن زي ما شفنا القرش كان ليه تقسيمات كتير جدا. أما بقى كلمة صاغ أو ساغ هي كلمة تركية معناها الكامل، فلما نقول قرش ساغ يعني 10 مليم أو قرش كامل. أما بقى النص فرنك دي عبارة عن عملة فضية مكونة من قرشين ساغ، واتسمت نص فرنك لأن ساعتها الفرنك الفرنسي كان بيساوي 4 قروش مصرية. أما بقى الشلن اللي أظن إن في كتير مننا سمع عنه، والشلن بيساوي 5 قروش، وكان مساوي في التوقيت ده ال5 قروش لعملة إنجليزية اسمها شلن، علشان كده المصريين بقوا بيطلقوا على ال5 قروش اسم الشلن. أما بقى البريزة اللي بتساوي 10 قروش مصرية فدي حكايتها حكاية. في سنة 1863 طلب محمد سعيد باشا من مسيو براناي انه يسك له عملة في باريس على اسمه وصورته، لكن محمد سعيد باشا بيموت قبل ما العملة دي توصل مصر ويتولى الخديوي اسماعيل اللي بيرفض استخدام العملة وبيرجعها تاني لباريس عشان يتعاد سكها مرة تانية. فلما بتيجي مصر ويبدأ المصريين يستخدموها لا بيقولوا اسماعيل ولا بيقولوا سعيد، وبيسموها البريزة نسبة إلى إن هي اتسكت في مدينة باريس. أما بقى الريال المصري فده كان عبارة عن قطعة فضية بتساوي 20 قرش مصري، ولكن اتسمى اسمه بالريال نسبة إلى الريال الأسباني أي العملة الملكية الأسبانية. ودول كانت العملات المنسوبة للقرش. إنما بقى باقي العملات فهي منسوبة للجنيه، زي مثلا عملة الربع جنيه، ودي كانت عملة من أول ما تم سكها لحد سنة 1993 عملة ورقية. لكن في سنة 1993
تم صك أول عملة مصرية من فئة ال25 قرش بشكلها المعدني، وكانت مخرومة من النص، عشان كده المصريين بيسموه الربع جنيه المخروم. وبس يا سيدي، لحد هنا تكون خلصت حكاية العملات المعدنية اللي أقل من الجنيه. والمرة الجاية هحكي لك حكاية الجنيه الغلبان من ساعة ما كانت قيمته بتساوي أكتر من 7.5 جرام دهب، يعني تقريبا فوق 20,000 جنيه دلوقتي، لحد ما بقى لا حول لي ولا قوة. وطبعا مش محتاجة أقولك إن لو الحلقة عجبتك ما تنساش تحطلي لايك وشير على الفيديو ده، وكمان تكتب لي كومنت تقولي فيه ذكرياتك مع كل العملات اللي أنا اتكلمت عنها في حلقتنا النهاردة. ولو أنت سنك فوق 70 ما تنساش تقولي كان مصروفك كام في اليوم.